لو انت زارع سمسم او بتفكر تزرع سمسم يبقى الفيديو ده ليك. ليه؟ عشان هتعرف فيه هتروي امتى، وجرعات التسميديه للسمسم وكمياتها من الزراعه حتى الحصاد، يعني جدول ري وتسميد السمسم من الزراعه حتى الحصاد. هتعرف كل التفاصيل دي، لكن نصلي على النبي ونرجع لكم تاني. يلا بينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة السمسم في مصر من الزراعة حتى الحصاد. تمام. اتكلمنا معاكم قبل كده عن الارض اللي تصلح زراعه السمسم، الارض اللي ما فيهاش ملوحه، الارض جيده الصرف. لو سيئه الصرف بلاش تزرع، لو عندك ملوحه بلاش تزرع. تمام. قلنا معدل التجاوب من 3 كيلو ل 5 كيلو للفدان. اتكلمنا عن الاصناف ديل الجمل وشندويل 3 والكلام ده كله، وصواد 22 تقريبا. تمام. فاحنا اتكلمنا عن الاصناف والمعدلات وطرق الزراعه، وافضل طرق الزراعه اللي قلنا تزرع بالجوره عن طريق نعملها مصاطب 60 سم ونزرعها بالجوره. بين الجوره والجوره لو 10 سم يبقى نبات واحد، من لو ب 15 سم يبقى نباتين. تمام. طيب احنا وصلنا النبات عندك وصل حاليا لعمر مثلا 4 ورقات او 5 ورقات. نخفه؟ ايوه نخف. المفروض لو عندك النبات بين الجوره والجوره مثلا 10 15 سم، لو 15 سم هنسيب نباتين، لو 10 سم هنسيب نبات واحد في الجوره. تمام. تمام. طيب بالنسبه للحشائش، لو انا ما رشتش منع انبات زي الجاردو بمعدل 750 سم للفدان على 200 لتر ميه، او لتر ونص ستومب على معدل برضه 200 لتر ميه، ده منع انبات بنرشه مع رايه الزراعه. طب انا ما حطيتش منع انبات وطلع فيه حشائش كتير، عندك حلول. عندك الفيوزليد ماكس او سيليكت سوبر او فارينا، يعني نشتغل على الحاجات اللي هي زي كالسيدام او ماده الفيوزليد ماكس. تمام. اللي الفيوزليد ماكس معدل لتر للفدان، والسيليكت سوبر معدل نص لتر للفدان، او الفارينا بمعدل ربع لتر للفدان. تمام. ده بالنسبه بيجيبوا الحشائش الرفيعه، واحيانا بتجيب معانا العريضه. ده بالنسبه للحشائش. طيب موضوع الفيديو النهارده ايه يا باشمهندس؟ هنتكلم عن ري وتسميد السمسم. ري وتسميد السمسم يعتبر من اهم معاملتين للسمسم، علشان دي اللي هيتوقف عليهم الانتاج. بالنسبه للري، السمسم حساس جدا للميه، فعايز ري على الحامي، ري سريع ما يغرقش منك ميه، عشان كتر الميه يعمل معانا ذبول واعفان جذور وتخش في سكه ثانيه ويخرب معاك. عطش برضو كلام من ده، النبات يوقف معاك وما يديكش انتاجيه. فانا لا بزود ولا بنقلل، يبقى الري مظبوط كده تمام. بالنسبه لري السمسم بيروى حوالي من 4 ريات او 5 ريات. 4 ريات او 5 ريات. ريه الزراعه دي مش محسوب. الريه الاولى ممكن نجري ميه على 7 ايام. يبقى الرأي له ركز معايا كويس، علشان انت لازم تركز كويس عشان تاخد معلومه كويسه. تمام. يبقى اول ري على 7 ايام هنجري شويه ميه عشان يزرع من عمليه الانبات والكلام ده كله. تمام. الريه الثانيه امتى؟ بتكون على 35 يوم من الزراعه. ماليش دعوه انا رويت لو انا حتى ما رويتش رايه اللي هي التجريه ديت او الغسيل ده على 35 يوم. الرايه اللي بعدها الثالثه على عمر 50 يوم من الزراعه، او بعدها ب 15 يوم 50 يوم. الرايه اللي بعدها هي 65 يوم او 70 يوم. الرايه اللي هي الرابعه. الرايه الخامسه من 75 ل 85 يوم، 80 او 85 يوم هتكون اخر ريه معايا. يبقى انت عندك حوالي 5 ريات غير ريه الزراعه، يعني 6 ريات او 5 ريات، يا 6 يا 5 بريه الزراعه. تمام. زي ما قلناهم 7 ايام بعد ريه الزراعه، 35 يوم، 50 يوم، 70 يوم، 85 يوم. تمام. ده بالنسبه لري السمسم. تمام. كلام واضح يا باشمهندس حبيبي على راسي. تمام. لو انت لسه مكمل معانا ما تنسناش بلايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعملنا ده دعوه حلوه كده. ولو عندك اي استفسار هتكتبوا لنا في التعليقات. تمام. التسميد ده يعتبر عصب السمسم واهم معامله محصول السمسم واي محصول. الحمد لله بفضل الله انا كممدوح صبري ليا برنامج بحطه لاي زرعه فبيشتغل معاه. ممكن يشتغل معانا لوبيا، ذره، سمسم، اي زرعه، بس برنامج ما شاء الله
حاجه محترمه جدا عن تجربه، لا حاجه حدث ولا حرج، نتائج ايوه نتائج، حاجه حلوه حاجه حلوه، حاجه محترمه جدا بنتيجه محترمه جدا. مع التسميد السمسم، مع التسميد الخدمه، التسميد السمسم بيحتاج حاجات معينه احنا هنضيفها مع الخدمه. تمام. المفروض نحط 20 متر سماد بلدي، 20 متر مكعب سماد بلدي، حوالي 100 كيلو كبريت زراعي، حوالي 400 كيلو جرام سلفات سوبر ناعم فوسفات 400 كيلو، يبقى 20 متر مكعب سماد بلدي، 100 كيلو كبريت زراعي، 400 كيلو جرام او 8 شكاير. تمام. 400 كيلو جرام سوبر فوسفات وشقارة يوريا، يا حبذا لو حطيناها قبل رياض الزراعه، ما حطيناش بنعوضها مع الرياض اللي بعدها. يبقى دي اول التسميد مع الخدمه، سوبر وكبريت وسماد بلدي وشقارة يوريا. تمام. خلصنا مع الخدمه. مع رياض الغسيل، لو انا جرديت ميه بعد 7 ايام، من الزراعه، هنحط 2 كيلو هيوميك. 2 كيلو هيوميك ايه اللي هو الماك خرف ده. ليه؟ عشان يسرع من عمليه الانبات وينشط الجدر معايا ويشغل الجدر ويخلي التربه مخلبيه ويخلي التربه تحتفظ بالرطوبه بتاعتها، فيشتغل معايا النبات ويشتغل معايا وما يحلش مني وما يتعبش مني. تمام زي الفل. اول رؤيه بقى اللي بيقولوا عليها رؤيه المحاياه هتكون بعد قد ايه؟ بعد 35 يوم. بص يا باشا، انا عايزك تركز معايا قوي علشان التسميد ده مهم جدا. تمام. رؤيه المحاياه ديت اللي هي على 35 يوم هنحط ايه؟ هنحط 2 نطرات. لو حطيت شقارة يوريا مع رؤيه الزراعه، ما حطيتش يبقى هندي 3 نطرات اللي هي الحمراء. ليه؟ اللي هي 33%. ليه؟ علشان نطرات حلوه قوي في التزهير. اليوريا هتديني نمو خضري على حساب التزهير، انا مش عايز يوريا بقى، انا عايز نطرات. هدي نطرات 3 شكاير نطرات. تمام. هدي ايه تاني يا باشمهندس؟ هدي اللي هي النطرات البوتاسيوم دي، الحاجه العالميه دي اللي هي 643 البوتاسيوم في صوره نطرات اللي هي المالتي. تمام. هدي 15 كيلو نطرات بوتاسيوم. قد كام؟ 15 كيلو نطرات بوتاسيوم. تمام. دي في رؤيه اللي هي المحاياه. هندي ايه تاني يا باشمهندس؟ هندي 15 لتر حامض فوسفوريك. طب ليه بندي حامض فوسفوريك؟ عشان يشتغل معايا يخلي الارض حمضيه ويشتغل معايا على التزهير ويديني نمو خضري كويس ويشجع وينشط الجذور. فالحامض مهم جدا ويساعد معايا في التزهير وحاجه محترمه جدا جدا جدا. تمام. ده بالنسبه للحامض. تمام. هندي ايه تاني يا باشمهندس؟ هندي 2 كيلو فولفيك. تمام. اللي هو الهالفيك ده داخله فوسفات بوتاسيوم وبوتاسيوم فوسفات. تمام. وداخله عناصر صغرى واحماض امينيه وحاجه محترمه جدا. 2 كيلو فولفيك. تمام. هندي معاه ايه تاني؟ هندي معاه الاندول ده 5 جرام للفدان. ده اندول خام، اندول بيوتريك اسيد خام، هندي 5 جرام. تمام. هندي معاهم ايه تاني يا باشمهندس؟ هندي معاهم 5 كيلو اللي هي سلفات الزنك ديت. تمام. الشكاره دي فيها مغنيسيوم وفيها زنك وفيها حديد وفيها كبريت وفيها نيتروجين وفيها احماض امينيه. ده بتزود معانا التفريع، بتزود معانا النمو الخضري، بيشتغل معانا على التزهير وحاجات من دي. ممتاز جدا. هياخد 5 كيلو في الجرعه اللي هو القرايه الاولى دي. تمام. ممكن ننزل برضو ب 10 لتر نطرات كالسيوم او 10 كيلو نطرات كالسيوم، بس هيكونوا في سماده لوحدهم. ركز كويس. الحاجات دي كلها نطرات البوتاسيوم والحامض والفولفيك والمنشط الجذور وسلفات الزنك دولت عادي يدخلوا مع الحامض. تمام. مفيش مشكله. المفروض في سماده لوحدهم دولت بعد 35 يوم. الرؤيه اللي بعده 35 يوم تاني بعد على بعد 50 يوم من الزراعه او بعد 15 يوم هندي برضه 10 كيلو نطرات بوتاسيوم. تمام. 10 لتر حامض فوسفوريك. تمام. 10 لتر حامض فوسفوريك. 2 كيلو فولفيك. تمام. 2 كيلو فولفيك. ومعاهم برضو المنشط الجذور. تمام. ومعاهم 5 كيلو سلفات الزنك اللي قلنا عليها دي. تمام. 5 كيلو سلفات زنك. دي الرؤيه الثانيه. تمام. الرؤيه الثالثه هندي 10 كيلو نطرات بوتاسيوم. تمام.
هيكون عندي تقريبا في عمر مثلا 70 يوم هيكون عجد وبدا في خلص تدريب وبدا عجد. هننزل معاهم برده بالهيومك اللي هم 2 كيلو هيومك ماك خالص. تمام. ده بالنسبه للرايه الثالثه. الرايه الرابعه هنرويها بس عشان يظبط معانا الحبايه، واحنا كده كده هنبقى شغالين رش ورقي نشتغل على الحشرات. عن الفيديو اللي جاي ان شاء الله هعرفك ايه الحشرات اللي بتسيب السمسم وازاي نكافحها، وبرده هنشتغل رش ورقي، نمو خضري، تزهير وعجد، ثبات ظهر، تسديد الظهر، ولما يعجد معانا يخلي يحجم معانا حبوب السمسم ونشتغل على تحجيم السمسم معانا. فان شاء الله ده برنامج تسميد السمسم من الزراعه حتى الحصاد. تقريبا بياخد لحد 35 كيلو نترات بوتاسيوم اللي هي المالت ده، بياخد 25 لتر حامض فوسفوريك. تمام. بياخد 4 فولفيك، بياخد 4 هيومك، بياخد 2 مناطق جذور، بياخد 10 كيلو سلفات زنك، بياخد 10 لتر نترات كالسيوم، 10 لتر نترات كالسيوم، بياخد يا 3 نترات او 2 نترات واحده يوريا. تمام. ده ملخص التسميد بتاعنا، بس بنوزعهم مع الثلاث رايات الاولانيين، رايه المحاياه والرايه اللي بعدها والرايه الرابعه او الثالثه من الزراعه، يا الرابعه من الزراعه يا الثالثه من رايه المحاياه. تمام. هو بيروح يا 5 رايات من الزراعه، 5 رايات يا 6 رايات. رايه الزراعه محسوبه يبقى 6 رايات، مش محسوبه رايه الزراعه يبقى 5 رايات. تمام. ممكن يروح 4 أو 5 حسب انت لو انت غسلت او ما غسلتش. تمام. فهو مظبطه معانا التسميد كله هيكون خالص في اول 3 رايات، رايه المحاياه والرايه اللي بعدها والرايه الثالثه. يعني وصلت عمري 60 يوم او 70 يوم هكون مخلص تسميد السمسم. تمام. السمسم اشتغل صح، نحط برنامج تسميد صح، ما تبخلش على زرعك، تاخد حاجه كويسه، واشتغل على حاجه نظيفه وحاجات خام نظيف علشان تاخد حاجه كويسه. ما تشتغلش، ما تضحكش على زرعك قول له انا جايب له وحاطط له وعامل له. انا لو ما لقيتش نتيجه بعد الري بعد الزرع مثلا احط وليكن الاندول ده مثلا مع مثلا الهيوميك او مثلا النترات وما جابش معايا نتيجه، يبقى الشغل ده بايظ ومش شغال وبتاع وكمان ما اشتغلش بيه. جاب معايا نتيجه يبقى الشغل كويس. يبقى انا لما اشتغل على حاجه تسميديه الاقي الزرع بدا يدي معايا نمو خضري، بدا يشتغل معايا تزهير كويس، بدا يجيب معايا طول، بدا كل ده اشتغل معايا، يبقى انا شغال صح وبشتغل تسميدات صح وبحط حاجات كويسه للارض. مش شايف نتيجه وشايف الزرع مسرول واخضر على الفاضي وواقف كده ومفيش عجد مثلا ومفيش مثلا مفيش نمو خضري مفيش تزهير، يبقى انا شغال غلط وتسميدي غلط وببخل على زرعي. فانا لما احط الحاجات دي واشتغل تسميدي صح وبرنامج تسميدي صح نوصل لاعلى انتاجيه. او اعلى انتاجيه قد ايه؟ ممكن الفدان لا يقل عن 10 ارداب للفدان. فلما اوصل 10 ارداب للفدان فده رقم حلو جدا. تمام. وممكن نعدي كده. يعني الدكتوره سحر غزال وصلت ل 24 ارداب، ده على حسب معلوماتها هي وكلامها هي، قالت الكلام ده كله. تمام. وده طبعا تحترم دكتوره فاضله وعلى راسنا من فوق، فهي وصلت ل 24 ارداب للفدان السمسم، يعني الجراد بيجيب ارداب. فاحنا لا انا بقول لك احنا بشغلنا هنوصل ل 10 ارداب ونبقى حاجه توب وحاجه محترمه جدا. ممكن نوصل اكتر من كده، ممكن لو ربنا هيد نوصل ممكن اكتر من كده لو اشتغلنا برنامج صح. التوقيت الري برضو خلي بالك، ري السمسم حساس، ريه دايما الصبح بدري. الري في الصيف عموما لاي محصول عايز تكسب زرعتك روي الفجر وكماويك وتسميدك كله قبل الري مباشره. ما تحطليش الكيماوي بقى مثلا قبلها بيوم هيطير، في نسبه فقد منك. فما تحطش الكيماوي قبل الري بيوم، لا قبل الري مباشره حط الكيماوي بتاعي. يعني انا الصبح هروي النهارده الفجر هاجي حاطط الكيماوي بتاعي قبل الري، واجي مروي بالحوال او بالقطعه او بالشريحه او بالفرده زي ما بنسميها انت بتسميها. تمام. هنروي بالحوال، الخط يتم معايا ميه ونفضل نسدد عليه ونصرف على الناحيه الثانيه ونشتغل قطعه او شريحه او فرده علشان ما يشبعش منه ميه. انا هرويه واديله ميته اللي هو عايزها بس ما يشبعش مني، عشان لو شبع منه ميه هيحصل معانا ذبول، ممكن يحصل معانا عفان جذور، خش في حاجات تانية ومواويل تانية. فان شاء الله عندنا كلام كتير عن السمسم، عندنا حاجات ازاي الحشرات اللي بتصيبه، ايه الامراض الفطريه اللي بتصيبه،
ايه نشتغل معاه عشان يزود معانا النمو. في حاجات بتتاخد في الوريد كده بالبلدي كده بالفلاحي كده، فانا عايز اديلك حاجات عن طريق الرش الورقي برضو يظبط معانا نمو خضري. إيه نديله حاجات، ما هي الحاجات اللي بتتاخد في الرش الورقي دي مش موجوده في التسميد، يعني طحالب، عناصر صغرى، عناصر كبرى، حاجات مخلبيه كده، فلازم تديله عن طريق الرش الورقي. هنشتغل برضو رش ورقي، حاجات تزهير تزود معانا التزهير، حاجات تزود معانا العجد، حاجات تثبت معانا الزهر لازم نشتغل بيها تمام. واللي هو معانا تثبيت الزهر اللي هو الكالسيوم، عنصر الكالسيوم دي من العناصر المهمه جدا للسمسم تمام. فنشتغل على الحاجات دي ونعمل البرنامج زي ما قلت لك ده. طبق البرنامج ده لمحصول السمسم عندك، سواء ارض رمليه، تنجيط او غمر، حاجه محترمه جدا جدا وهيظبط الدنيا معاك، وان شاء الله حاجه تشرفك باذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.